سؤالنا لليوم هو شو النصيحة اللي أخذتها بطفولتك وأثرت فيك لحد اليوم هاد؟ انه لا تقربي على حدا و... وديري بالك على حالك ولا تخلي حدا يضحك عليكي هيك. شكرا لك. حبيبة قلبي. التسامح والقلب الطيب، وانه كانوا من زمان يقولوا ساوي خير وزت بالبحر. انا بقول لك مقوله: اذا عشت جابرا للخواطر ادركك الموت ولو في جوف المخاطر. ما عرفتي يعني الله بحسنة فلان الله بيجيك من الموت، من المصيبه، من شو. انا هي المبدا اللي ماشي عليها، القلب الطيب والتسامح. بتسامحي فورا؟ ايه بسامح ايه. ما بتحملي على حدا؟ احيانا بتحملي اذا كانت كثير كثير يعني مصيبه كبيره او ماساه كبيره ايه، بس مع ربك ما بدي شيء، مع ربك ما بدي شيء ابدا. ونعم بالله. والله حتى اولادي بيقولوا لي: ماما انت بتسامحي كثير وقلبك طيب. وبيقول بهالزمن يعني كثير انا بتناقش انا ورفقاتي وزملاتي انه بهالزمن هذا انه ما لازم يكون قلبك طيب، ما يكون بالسامحه، الناس تعمل لك حساب. بقول لهم انا لا، لا، في ناس لهلا بتقدر بالطيب والتسامح والاخلاق الحلوه، لا ما بتقدر. هو التسامح ما ضعف. لا لا ما ضعف، في عالم يتفقوا. بالعكس هو قوة انك انت عم تقدر تسامح هذا الشيء. تمام تمام تمام. شكرا لك. اهلين حبيبتي اهلين. لا تخلي حدا يدي عليك. شكرا لك. اهلا وسهلا. هلا كهيك لا ما صار معي شيء، انه باي شيء من هالشيء لا ما. يعني ما في تجارب مرر فيها؟ لا الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك. اهلا وسهلا. إنه ما أثق بحدا. مين علمك هذا الشيء؟ أنا تعلمته لحالي. شو الشيء اللي صار معك وعلمك هيك؟ أشياء لا يثق الواحد بحدا غير بالله. صار معك موقف وانخزلت فيه؟ كثير كثير كثير. فينك تحكي لنا موقف واحد؟ والله من أقرب الناس الواحد اليوم عم ياخذ موقف من أقرب الناس، ما عم بيقدر يثق فيهم. شو صار معك؟ ما في حدا منيح غير الله. هي عم بعطيك من الآخر. ونعم بالله. إيه. شكرا لك. أهلين عيني. إنه والله صراحة ما أشرب دخان، بس ما طبقتها هالنصيحة. ليه ما طبقتها؟ ما بعرف، هيك رفاق السوق. نحن بنحب الشغلات اللي بتضرنا ما يمكن. مثل الدخان والأرجيلة. والله يمكن صح، بنحب الشغلات بتضرنا. إيه. طب مين اللي نصحك هي النصيحة وأنت صغير؟ أهلي. أهلك بدخنوا؟ لا. من يعني نصحوك النصيحة هن ما بدخنوا. إيه صح، ما وما طبقتها. وما طبقتها. وأنت الوحيد اللي بتدخن عندهم؟ لا أخي بدخن كمان. هو علمك؟ لا مو أخي، رفقاتي. شو الرفقات هدول؟ شو عرفني. شكرا لك. أهلا وسهلا. أخذت نصائح كثيرة. هاتي وحدة منهم. أول شيء ما تفسعي بحدا وضلي اضحكي شو ما صار معك. مريتي بشي موقف وعن جد ما قدرتي توثقي فيه؟ أوه كثير. ولا وثقتي وانخزلتي؟ والله هي كثيرة، تلاقيني وبرجع بعيد من أول وجديد. ما تعلمتي؟ لا أنا قلبي طيب دغري تلاقيني. طيب القلب الطيب بفيد بهالوقت هذا؟ بوقتنا هذا لا أبدا. شكرا لك. يا هلا. انه ما اثق بحدا. مين علمك هي الشغلة؟ موقف ما امتى؟ تقريبا من اشهر انا اخذته، بس انه خلص راح اتبعه. تعلمت انه نصيحة. ما اخون حدا وكون على عهد يلي انه خلص اذا انا وعدت راح اوفي، رح توفي لو شو ما كان. لو شو ما كان. شكرا لك. الله يسعدك. والله ما أثرت بشيء، هي ما أخذتي نصيحة من أهلك وأنت صغيرة ومشيتي عليها لهلا؟ لا لا أبدا أبدا. طيب شو علمتك التجارب؟ الزمان. شو تعلمتي؟ شو بدي أقول لك؟ ما تعلمت شيء، هي يعني هي حياتي، ما تغير شيء علي شيء. أنت ما فهمتي علي السؤال. شو النصيحة يلي أخذتيها أنت وصغيرة ومشيتي عليها ليومك هاد؟ والله لا شيء لا شيء. ما حدا علمك شيء وأنت صغيرة؟ والله ما حدا علمني، والله غفل. لو ما كنت بغفل ما بصار لهون. والله لا شيء. كنتي بتتمني وأنت صغيرة لو حدا أعطاكي نصايح تجارب تتعلمي منها؟ ايه بتقبلها، ليش ما بتقبلها؟ الكل اكبر منك بيوم اعرف منك بسنه. انا بتمنى يجيني نصائح. انا ما حدا علمني، والله ما غفل. بالحياة المدنية إيه بالحياة المدنية. تعلمت الحمد لله رب العالمين اني انا اكون صادق مع الناس،
وتعلمت مصلحة الحمد لله رب العالمين تخدمني بالكبار، وإني أعلم إن شاء الله أولادي بهالمصلحة هي باذن الله تعالى. إن شاء الله. هي نصيحة كما تدين تدان، لا تلعب بعرض الناس عشان ما الله يبعث لك من يلعب بعرضه. هاي النصيحة لحد الآن مأثرة يعني. مزبوط كلام. شكرا لك. العفو. مرحبا، سؤالنا بمناسبة العيد، من مين أكتر شي بتنبسط بالعيدية؟ من عمتك ولا من خالتك؟ ولا تنتين مثل بعض؟ والله تنتين مثل بعض، يعني نفس الشيء تقريبا. يعني ما بتحس مثلا بلذة أكتر إذا أخذتها من خالتك؟ من عمتي أكتر. شو الحكي؟ طبعا. والله أنا من خالتي أكتر. لا أنا من عمتي. ليه من عمتك؟ هيك متعودين، أنا عماتي كتار ما شاء الله. بحس باللذة أكتر. الله يخلي لك إياهم يا رب. يا رب. شكرا. عفوا. أنت لهلا بتاخذ عيدية؟ يعني تقريبا لهلا ايه. تاخذ ما؟ حلو، حبيت. في ناس بيقولوا لك لا نحن لا خلص كبرنا ما عدنا ناخذ. لا قد ما كبر الواحد فيه عيدية. العيدية حلوة. لازم. يعني هيك بتحسها بتتخبى بمكان ما. طبعا كان يكمل العيد. عمتي. ليش من عمتك؟ لأن أقرب إلي. خالتك؟ لا بعيدة عني. والله بيقولوا الخالة ولادة. لا بعيدة عني هي لا. شو هالحكي؟ اي والله. الله يخلي لك اياهم يا رب. شكرا لك. يا هلا. هلا والله يعني في فرق ايه. شو بتحس فرق؟ هلا انا بخجل من عماتي بصراحه، يعني بحس عند الخاله برتاح اكثر. لانه الخالة ولادة؟ هي العمة شو؟ والله ما بعرف مالته للمساء. شو؟ ما بعرف مالته والله للمساء، بس اخي يعني سبحان الله هيك كله بيرتاح عند الخاله اكثر من العمه. يعني الواحد بس يكون رايح على بيت خالته بيرتاح اكثر، هنيك مضبضب او هيك شيء. ليش؟ والله انا عن نفسي يعني اتكلم، غيري ما هلا في غير ايه بالعكس بيكونوا. انت بتحب عماتك؟ هلا انا بحبهم بس ايه. خالاتك اكثر؟ اكيد. والله انا ما حدا بعيد علي، انا شو هالحكي؟ اي والله العظيم. والله وانا والله ما حدا بعيد علي، الله وكيلي. قد ايه صار لك ما اخذت عيادي؟ لا صار لي كثير. قد ايه يعني؟ انا مالي عايش هون، انا ماني متعود يعني من اهلي ما باخذ عيديه. شو هالحكي؟ والله العظيم. والله انا لهلا بحب العيدية. والله العظيم ما عندي فكره انا بالعيديه. مرحبا. كيفك؟ كيفك؟ منيح. صحتين وهنا. قلبك. رح اسالك سؤال سريع على الكاميرا. ايه. هلا بتحسي في لذة بالعيدية بين العمة والخالة ولا التنتين مثل بعض؟ تنتين نفس بعض. ما بتنبسطي بوحدة أكثر من وحدة؟ ليه؟ ما يعني ما بتميلي لخالتك أو لعمتك أكثر؟ لمين بتميلي؟ ما لحدا. طب لأمك؟ ما شو؟ ايه. لأمك ولا لأبوكي بتميلي؟ لبابا. وكل فتاة بأبيها مغرمة. تحبي أبوكي أكثر؟ ايه. ليش؟ ما يعني تعالي أقول لك سر، وأنا كمان بحب بابا كثير. شكرا لك. والله انا ما باخذ عيدية من حدا. عمل ليش؟ لا هيك بعتمد على نفسي. والله أنا لهلا بنبسط بالعيدية. انا بعطي عيدية. تعطيني عيدية؟ اعطيك عيوني اذا بدك. بس عن جد ما بتاخذ عيدية؟ والله ما باخذ، بعطي الاولاد الصغار 5000 كل واحد. هي شغلتك؟ ايه والله. اخر مرة اخذت عيدية كان عمري 12 سنة يمكن. طيب ما جربت تقول لهم لاهلك انا لهلا بحب العيدية اخذها؟ والله ما عندي اهل. وينهم اهلك؟ ميتين بالقصف. الله يرحمهم يا رب. يرحم موتاكم موت المسلمين. وين عايش انت؟ عايش بإدلب بس جاي سياحة هون. مع مين؟ مع عمومي. الله يقويك يا رب. الله يسعدك يا رب. شكرا لك. وإذا والله انبسطت باللقاء معكم. خلي لي اياك يا رب، وكل عام وانت بخير. وانت بألف صحة وسلامة. شكرا لك. السادة المشاهدين على راسي. لا من عمتي. ليه؟ ما بعرف بحسها هيك. تحبي عماتك كثير؟ الله يخلي لك اياهم يا رب. سلمك. شكرا لك. عفوا. تنتين مثل بعض. ما في فرق بيناتهم؟ لا الحمد لله ما في فرق. الله يخلي لك اياهم. شكرا لك. العفو. ولا الاثنين ما بيعطوا. عم شو بخلا؟ لا والله. شو هالحكي؟ لك قد ايه صار لهم معطوك عيدية؟ شي سنتين بس؟ بس. طب ما بتطالبهم انت بعيدية؟ لا انا لهلا بحب العيدية. والله انا بطالب لهلا بحب العيدية. خالصين مو غلط، لهلا انا بحب العيدية. حلو كتير عايدك. ايه معك تعايد. يلا دغري. مثل بعض. ما بتحس هيك انه بتنبسط اكثر بالعيدية من حدا بيناتهم؟ لا عادي. طيب شكرا لك. اهلا وسهلا. الاثنين مثل بعض تقريبا. ما في هيك تمييز؟ اهم شيء الحبايب، اهم شيء اكيد ننبسط بالاهل. بس ما بتحسي مثلا بلذة من عمتك اكثر او من خالتك اكثر وقت تاخذي منهم العيدية؟ الاثنين نفس الشيء، هي خالتي وهي عمتي، الاثنين نفس الشيء. خلي لك اياهم يا رب. شكرا لك. خلي لي اياك. عندك مشكلة بعرض الحلقة عنا؟ مو
مشكله. لا ما في اي مشكله. تفضلي خد. لا ما عندي اي مشكله، اهلا وسهلا وبنتشوف شوفك بالعيد مشان اخذ عيديه. باذن الله. ابشري. لا عادي. لا بالعكس. لا ابدا. لا والله ابدا. لا لا ابدا. لا ما في مشكله. خلي لي اياك لا عرضيه. لا اهلين يا عمري عادي. شكرا. لا لا ما عندي. لا عادي. لا لا ما عندي مشكله. شكرا.